ولدي ملاوح في الحبس، مازال ما داروا معاه حتى شي حاجه. قال لي اما الا درت شي حاجه نتعاقب عليها، ولكن تا هما يتعاقبوا. كيف يعقل ان الموضوع اللي داير ضجه هو السرقه، ولا الان باغيين يسحبوا الشكايه د السرقه؟ راه ما يمكنش، حيت الاخ ديالي في السجن دابا بسبب الاتهامات د السرقه. انا كأم راه دمرني هذا مشى فكر غير في الحاله الماديه، ما فكرش الداخل ديالنا حنا كاولياء. الاحتمال الاول ان هاد الناس هادو استلموا الطوموبيلات ديالهم اللي كيقولوا تسرقات ليهم وبغاو يسحبوا الشكايات ديالهم. والاحتمال الثاني اللي هو خطير ان هاد الناس كيأكدوا على الهضره ديالهم بانها اقوال كاذبه. كاين دائما كنقول له كتقول لها ما الوالده كوني هانيه، انا خدام بوثائق، انا مانيش نسرق شي حاجه هكاك. يعني الا كان شي حاجه الشركه دارتها حنا ولدي خاطي منها. وكنتمنى من القضاء ينصرنا، وانا متاكد ان القضاء ان شاء الله بجهد الله وبجهدهم غادي تبان الحقيقه والبراءه ديال خويا. ولا اله الا محمد رسول الله. ما نقدرش نزيد نكمل. الصلاه على النبي. السلام عليكم، معكم الاخ ديال احد المتهمين من قبل اشخاص اللي كما كتعرفوا حاليا كتروج في بعض المواقع الاعلاميه بان واحد الاشخاص قاموا باتهامات ديال الاخ ديالي وبعض الاشخاص بانهم كيسرقوا لهم السيارات ديالهم. وهذا الموضوع راه رائج دابا في مدينه سلا وفي المغرب كامل. وبغيت نوضح للراي العام ان هاد الناس هادو كيتهموا الاخ ديالي بالسرقه ديال السيارات ديالهم، بحيث ان الاخ ديالي كان خدام مع شركه قانونيا، شركه معترفه بها الدوله قانونيا حيت خدامه مع الابناك. نانو هاد الناس هادو من قدموا شكايات بان الاخ ديالي سرق لهم السياره ديالهم بدون حكم قضائي وبدون مفوض قضائي. وهذا الشيء بغيت نوضح للراي العام بان هذا الشيء كله كذوب ومؤامره ضد الاخ ديالو وبعض الاشخاص، حيت كاين هناك حسابات سابقا كان دخل فيها بدون ذكر الاسماء واحد المفوض سابقا. وهذا الشخص هذا اللي داير دابا هاد الضجه الاعلاميه هذه لحد الساعه ما عنده حتى شي حاجه كتثبت بان الاخ ديالي سرق السياره ديالو، لا هو ولا واحد السيده جات من مدينه طنجه. ومع العلم ان خاصكم تعرفوا ان هذا السيد هذا اللي داير هاد الضجه هذه اللي هو كيقول انا عندي لوكاسيون ديال الطوموبيلات ومشاو لي 5 ديال الطوموبيلات، قدم شكايه باللي خويا سرق ليه السياره ديالو، وتم الاستدعاء ديال خويا من طرف الضابطه القضائيه في سلا جديده، واستمعوا ليه ودلا لهم بالوثائق ودلا لهم ها هما ما يثبت على ان الاخ ديالي ما سرقش السياره ديالو. ها هو حكم قضائي من المحكمه الابتدائيه، واتهموا هذا السيد بالسرقه ديال السياره ديالو، بحيث ان الضابطه القضائيه في مدينه سلا جديده كنوجه لهم تحيه كبيره من هذا المنبر هذا بانهم بحثوا في الملف وتاكدوا بان الاخ ديالي خدام قانوني مع شركه قانونيه بعقود رسميه، وتم الاخلاء السبيل ديالو. ناض هذا الشخص هذا كما غنقولها بالدارجه قال ليه والله لا بقات فيك. ناض مشى دار شكايه وحده اخرى للضابطه القضائيه، دار به الشكايه عند الكوميساريه ديال بطانه تابريكت. وجات واحد السيده بنفس هذا الموضوع هذا حتى هي كتهم خويا بلي سرق ليها السياره ديالها من مدينه طنجه، وكتقول بلي سرق ليها السياره وهي ما كايناش. وكاين ما يثبت على هذه الاقوال اللي كنقول انايا، هذه الاقوال اللي كنقول كاين ما يثبت من فيديوهات ومن وثائق قانونيه، بحيث هذه السيده هذه اللي كتهم خويا من مدينه طنجه كتقول لهم سرق لي الطوموبيل، كاين محضر ديالها وكاين موجود مفوض قضائي وكاين محضر، وفي اللحظه اللي كانت كتسترجع السياره ديالها كانت الضابطه القضائيه وكان شرطي وكان المفوض قضائي. كيف يعقل كتهم الاخ ديالي بالسرقه ديال السياره ديالها وهاد الناس كاملين متواجدين تما؟ باش دارت بخويا شكايه في طنجه استدعاوه لتما، مشى قدم راسو حتى هو تما. الضابطه القضائيه اللي في مدينه طنجه بحثوا في الملف حتى هما نفس القرار اللي خداتو الضابطه القضائيه اللي في مدينه سلا جديده، شافوا المحاضر شافوا الاحكام عرفوا بان داك الشيء قانوني خلاو السبيل ديالو. وكما كتعرفوا ان هذا السيد هذا اللي قام بخويا الشكايه ديالو في الضابطه القضائيه سلا جديده ناض قام بشكايه واحده اخرى في مدينه بطانه تابريكش، وبقى كيستقطب الناس كيقول لهم اللي مشات لشي طوموبيل يجي يشكي. بغينا غير نعرفوا واش القضاء ما كاينش في مدينه في مدن اخرى، واش القضاء كاين بالضبط غير في مدينه سلا؟ حيت الاخ ديالي
خدام بوثائق قانونيه، ومن استدعاوه لمدينه طنجه خلاو السبيل ديالو، حيت كون كان خدام غير قانوني كون ديك الساعه تعتقل. ها هما الوثائق باش كان كيخدم خويا قانوني. هاي الوثيقه الاولى فيها عقود باش كان خدام قانوني، الوثيقه الثانيه، الوثيقه الثالثه، هادو كلهم كونطرات باش كان خدام قانوني مع شركه قانونيه 100%. فناضوا هاد الناس هادو اللي قدموا هاد الشكايات هادو من بعد ما علموا ان السيارات ديالهم تحجزات واسترجعات بطريقه قانونيه بحكم قضائي وبمفوض قضائي، ناضوا قاموا بشكايات ديال انهم ما تبلغوش وانهم ما وصلهم حتى شي خبر بلي غيسترجعوا السياره ديالهم. السؤال المطروح، شكون هو اللي كيدير هاد الدور ديال التبليغ؟ الدور ديال التبليغ كديروا المحكمه. الاخ ديالي ما عنده حتى شي علاقه بهذا التبليغ هذا. الاخ ديالي الخدمه ديالو كتقتصر في انه يبوانتي السياره وكيصيفطها للشركه، الشركه كتصيفط الحكم. الحكم هو كيجيبوا المفوض القضائي وكيدير معاينه وكيسترجعوا السياره بطريقه قانونيه. هاد الناس وجهوا لخويا اتهامات بانهم سرق لهم السياره. واش كاين شي واحد كيسرق السياره في ظل النهار وبموجود مفوض قضائي والضابطه القضائيه؟ راه لا يعقل. خويا مشى ضحيه ديال هاد الاتهامات هادو اللي ما كتثبت حتى شي حاجه ديال ان الاخ ديالي خاصو يتعتقل، ودابا راه حاليا ما يزيد عن شهر هو في السجن. دابا باقي ما عرفناش شنو هي التهمه اللي خلات خويا تزج به في السجن هاد المده كامله، ومع العلم ان خويا خدام قانوني بوثائق قانونيه كما دليت لكم بها. يعني انت كتقول بان خوك كان مجرد موظف في شركه اللي ما عرفش هو ديك الشركه شنو كدير؟ هو مجرد مستخدم في ديك الشركه، هو ما مكلف باحكام، ما مكلف بتبليغ، ما مكلف باشعار، ما حتى شي حاجه. واش هادشي كيعني انكم نتوما كتقولوا الا كاين شي مسؤوليه شي حد غيتحمل هذه المسؤوليه هو الشركه؟ هو الشركه خدام هو معاهم، هو خدام مستخدم. تقول انه هو كان فقط كينفذ الاوامر اللي كتقال له باعتباره كمستخدم واجر فقط. انا الدور ديال الاخ ديالي كيقتصر فقط انه كيحدد السيارات اللي مطلوبين لدى الشركه في واحد الفيشي. هذا هو الدور ديالو. خويا ما مكلف بالتبليغ، ما مكلف بالاسترجاع، ما مكلف بالاشعار، ما حتى شي حاجه. الاخ ديالي الدور ديالو كيبوانتي السيارات، كيصيفطهم للشركه، الشركه اللي كتصدر الحكم. كاين شي سيارات كيكونوا ما محكومين ما والو، ما كيسترجعوهم ما حتى شي حاجه. علاش؟ هذوك الناس ما جاوش شكاو غير هاد الناس هادو بالضبط، حيت الاخ ديالي استرجع لهم، حيت المفوض استرجع لهم السياره بطريقه قانونيه. الاخ ديالي ما عندوش علاقه بالاسترجاع نهائيا، هو فقط كيكون حاضر وقت الاسترجاع. وهاد الناس هادو كيتهموه بالسرقه. انا بغيت القضاء وبغيت السي الحموشي، كنطالب بالسي الحموشي والسي القضاء يدخلوا في هذا الموضوع هذا ويتعمق البحث في هذا الشيء بزاف، لان هاد الناس هادو كيقولوا اتهامات كاذبه كتضلل الراي العام وكتضلل القضاء، بحيث ان كون هاد الناس هادو عندهم الحق من النهار الاول. كان الاخ ديالي غادي تعتقل في مدينه سلا جديده باش استدعاوه، وكان غادي تعتقل في مدينه طنجه. في الوقيته ديال جائحه كورونا كان خويا كان خدام في لومبيلونس. يعني كيف يعقل ان واحد عنده سوابق عدليه كما كيتهموا هاد الناس هادو غادي تقبلوا الدوله يخدم في لومبيلونس؟ وهاد الناس هادو اتهموا باللي عنده سوابق عدليه، والاخ ديالي الحمد لله ما دوز نهار واحد في الكوميساريه. وهاد الناس هادو اللي كيتهموه هاد الاتهامات الخطيره والمضله بانهم سرق لهم السيارات، اول حاجه بعدا ان هاد الناس هادو اللي كيقول لك سرقوا لي السياره ديالي وهي في الملك ديالي، ماشي في الملك ديالهم، باقا في الملك ديال الشركه اللي دايره شراكه مع الابناك، بحيث انهم باقي ما كملوش الاقساط ديالهم باش عاد كيطرف على مان لوفي وديال على الكارت كريز وكتولي محسوبه في سميتهم. واحد النموذج بغيت نوضح ليه، ها هو ان معظم الناس اللي كيهزوا كريديات باش كياخذوا السيارات كيسنيو على واحد النموذج، ها هو، واللي كيكذب هاد الهضره ديالي يمشي يسول الابناك. والغريب في الامر ان هاد الناس اللي كيقدموا شكايات منهم هاد الشخص هذا اللي كيترأسهم واللي كيستقطبهم، مين كيعرف ان السياره ديالو غادي تحجز ليه عليها كيمشي كيهربها لمدن وحده اخرى. فكيف يعقل انت يا كتقول كتصرح بانك كتخلص الاقساط ديالك وداك الشيء قانوني، علاش كتهرب السياره ديالك لمدن وحده اخرين؟ وكاين ما يتبش على هذا الشيء اللي كنقول انايا. يعني كوك شيء عارف انك كتخلص الاقساط ديالك غتخلي السياره ديالك وغتقوم باجراءات عاديه. اللحظه اللي كيجيو يسترجعوا ليه السياره ديالو
كيبقى يقول لهم ما عندكمش سند قانوني وكيصرح بها. فبغيت نعرف انايا هذا الحكم قضائي وكيدعي بان هذه الاحكام قضائيه مزوره. اول حاجه بغيت نوضح لها ان الاخ ديالي ما عندوش علاقه بهذا الشيء ديال ان الحكم القضائي مزور ولا ماشي مزور. داك الشيء كيبقى مسائل ديال ناس وحده اخرين. الاخ ديالي حدو كيسلم المفوض القضائي كيسلم له الحكم وكيتم استرجاع ديال السياره. وها هو محضر معاينه ديال واحد السياره ديال واحد السيد كيتهم الاخ ديالي باللي سرق ليه السياره، والاخ ديالي ما كانش متواجد نهائيا في ديك المدينه اللي استرجعوا ليه فيها السياره. يعني هاد الناس هادو كونوا اكيدين انني هاد الهضره اللي كنقولها كاين ما يثبت عليها. استقطبهم هاد السيد هذا اللي كيدعي بانه وكيل ارباب السيارات، امين ديال نائب امين وكيل ارباب السيارات. استقطبهم وقال لهم شكيو باللي هاد السيد دا لكم نتوما السيارات ديالكم، حيت خويا نهار استرجع عليه السياره ديالو قانونيا قال ليه والله لا بقات فيك. يعني هاد الشيء بغيت نوضح للراي العام ان هاد الشيء كامل مغالطات، لا للراي العام ولا للقضاء ولا حتى لينا حنايا. حنا الحمد لله كنتواجدوا على هاد الوثائق اللي كتثبت البراءه ديال خويا، وان شاء الله هاد الشيء كامل غادي ندليو به عند سياده القاضي. وان شاء الله كنطلبوا السي الحموشي يدخل لنا في هذا الموضوع هذا ويعمق في البحث، حيت خويا ان شاء الله بجهد الله بارئ وبجهد القضاء. بسم الله، السلام عليكم. انا غادي نكمل الموضوع اللي كان بداه ولدي. انا الوالده نتاع هاد الضحيه اللي راه في سجن العرجات متهمينه بسرقه السيارات. انا الولد ديالي مازال العمر ديالو 22 عام وماشي شي ولد خايب او مجرم كما كيتهموا، عنده سوابق عدليه. كيتهموا في الراي العام كل شيء كيعاودوا هادو عندهم سوابق عدليه، ما عندهمش الحق. راه الارهابي كيستروهم وهادو كيفضحوهم بحال هكا، كيقول عندهم سوابق عدليه وكيديروا مواقع التواصل كيلوح هذا التصاور ديالهم يشهر بهم يقول لهم هذا عصابه. ما عندوش الحق. هاد الناس راهم اصلا لا الولدي ولا اللي معاه مسجونين عندهم عائلات ديالهم، عندهم ولادهم. هو ما راعاش النفسيه ديالنا حنا كاملين. انا كأم راه دمرني هذا مشى فكر غير في الحاله الماديه، ما فكرش الداخل ديالنا حنا كاولياء. ولدي ملاوح في الحبس مازال ما داروا معاه حتى شي حاجه. قال لي اما الا درت شي حاجه نتعاقب عليها، ولكن حتى هما يتعاقبوا. خدام بوثائق، كان دائما كيقول لي كنقول له اش كتقول لي اما الوالده كوني هانيه، انا خدام بوثائق، انا مانيش نسرق شي حاجه هكاك. يعني الا كان شي حاجه الشركه دارتها حنا ولدي خاطي منها. انا ولدي كان ملي كان صغير التاسعه ولا هو كيشارك في جمعيه خيريه، وراه كاين شواهد. ولدي عنده السمطه هذا السمطه السوداء في التيكواندو، رياضي ماشي شي واحد شمكار ولا ما كيسواش. لدرجه ان المحامي مشى زارو في السجن قال لي ما توقعتش ان غادي يشوف داك الشخص. قال لي باقي صغير وماشي ديال هذا الشيء وهذه. قلت له المهم تتحكم عليه. المحامي من هذا المنبر الله يجازيه بالخير زعما راه قال لي غادي ندير مجهود ان شاء الله بحول الله نجيب له البراءه ديالو. كيفاش تلقيتي الاتهام ديالو بانه عنصر من عناصر ديال ما بات يوصف اعلاميا بمافيا وعصابه، يعني كلمه كبيره، يعني كيفاش تلقيتي انت هكا كأم؟ راه تلقيتها كان بحال الصاعقه. ولدي حيت كنشوفو حدايا، ماشي زعما راه شي واحد اللي كيمشي يخبر بالعام ولا عامين ولا. وزايدوا اللي كيقولوا هو مع السرقه ما عنده حتى شي حاجه في ملكه. حنا عايشين على قد الله اللهم لك الحمد. ما عندوش شي حاجه ديالو، يعني شي املاك ولا شي حاجه دايره. كون كان يسرق غتبان عليه، غادي تبان معاك كيعاود لكم غير كيهضر داك الشيء كيجيبوا اللي قسم له. شي مرات كيمشي سيمانه ولا 10 ايام ما كان حتى شي طوموبيل، يعني كيخسر من جيبو داك الدوره اللي كيبقى يدور ديال المازوط وديال الماكله. ولا مشاو لشي مدينه اخرى عاوتاني خاص يقلبوا فين يكريو وكيقولوا لهم كيسرقوا. اللي كيسرق راه يكون داير علاش. انا ولدي ما عنده حتى شي حاجه، وهي يقلبوا ويشوفوا الا عنده شي حاجه، شي ملك ديالو، شي دار، شي طوموبيل، شي محل ولا شي حاجه. ولدي دابا ملوح في الحبس هما جالسين برا فرحانين. انا كنطالب السي الحموشي والاداره العامه وسيدنا يبحثوا في هذه المواضيع. راه كاين مظالم في الحبس ومنهم هذا الابن ديالي.
الا كنقول هذا الشيء اللي كنكذب راه ربي يحاسبني عليه. راه مرضت انايا، راه ملي تشد ولدي لهنا وانا مرضت. ما يمكنش هادشي اللي كنسمعوا على ولدك في التواصل الاعلام كيقولوا راه كيسرق ولدك، راه مع العصابات. اقسم بالله راه كنجي نجمع الجيران كلشي دابا يجيو يحضروا ويشهدوا كلشي، وهذه كندي على رقبتي. والاصدقاء ديالو اللي كيعرفوه مزيان اللي ما كيبغيش شي حاجه تاع الظلم، ولا يبغي شي واحد يدي شي واحد شي حاجه، ولا يشوف شي واحد يسرق شي واحد شي حاجه راه كيدافع عليه. عادي يجي هو يسرق زعما ويجيب لي يقول لي هاكي. الا سرق شي حاجه وجابها لي هي انا نشاركها معاه في هذا الشيء، وانا ربي راه يحاسبني عليها. بغيت نوضح واحد النقطه اللي هي مهمه، راه شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل بتاتا. الغريب في الامر ان الموضوع والضجه اللي وقع دابا ديال السرقه ديال السيارات، سرقوا لي طوموبيلتي، المحامي ديال هاد الضحايا اللي كيدعوا بانهم ضحايا وسرقوا لهم الطوموبيلات ديالهم خرج بالتصريح، وعندي الدليل بانه خرج بالتصريح بانهم كيقوموا بانه كيقوم بمجهودات جباره باش يسحب الشكايات ديال السرقه. كيف يعقل ان الموضوع اللي داير ضجه هو السرقه، ولا الان باغيين يسحبوا الشكايات ديال السرقه؟ راه ما يمكنش، حيت الاخ ديالي في السجن دابا بسبب الاتهامات السرقه. في هذه الحاله هذه كاين جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول ان هاد الناس هادو استلموا الطوموبيلات ديالهم اللي كيقولوا تسرقات ليهم وبغاو يسحبوا الشكايات ديالهم. والاحتمال الثاني اللي هو خطير ان هاد الناس كيأكدوا على الهضره ديالهم بانها اقوال كاذبه، بانهم من اصطدموا مع البحث اصطدموا بانهم كاين محاضر قانونيه وفيديوهات كتوثق بان السيارات ديالهم استرجعوا بطريقه قانونيه. اضطر المحامي ديالهم يخرج بتصريح بانهم غيسحبوا الشكايات ديال السرقه. بغينا نعرفوا علاش تسحبوا الشكايات ديال السرقه اللي هما في الاصل الموضوع ديال هاد الضجه هذه كامله. وانا راني مدمره نفسيا، واني كنهضر وانا مريضه. كنمشي اي باب كنطرقو كنشوف، ملي كيشوفني كنعطي الوثائق اللي نعرف شي حاجه كيقول لي ولدك بريء. نطلب ربي الله يفرجها عليه وعلى اي واحد مظلوم، وثقتي كبيره في العداله وفي الامن. تحيه للامن اللي كيخدموا بنزاهه، كنقولها وناكدها، تحيه للامن اللي كيخدموا بنزاهه. هما دابا كاع شدوا تواصل الاعلام، هضروا قالوا فيهم اللي بغاو، شوهوا بالسمعه ديالهم كي بغاو، ردوهم ناس مجرمين بصح، ردوهم مجرمين بصح. هادو هي الراي العام يسمع هذا الشيء ويشوف من دون بعد هاد ولدي. ولا اله الا محمد رسول الله. ما قدرش نزيد نكمل. الصلاه على النبي.